ألا تضع ذلك في الحسبان أنه حتى لو فزت في الانتخابات يشتعل ميدان التحرير من مفيش جديد حاجة اسمها اشتعال وينزل الناس لإسقاط أحمد شفيق؟ القوات المسلحة في 5 دقايق ادت عينة اما تحب تطهر المنطقة بتعمل فيها ايه؟ لسبب. ده في العباسية. ايوه. ليه بقى؟ ده في 5 دقايق. اذا ارادت القوات المسلحة بايه؟ بتوجيه من الشعب. اما القوات المسلحة عملت كده كل الشعب كان بيسقف. هي عملت كده لان الشعب عايز تعمل كده فعملت كده. واحنا هنقول له القوات المسلحة انزلي ميدان التحرير وتعاملي مع المحتجين. اكمل كلامي؟ بلاش، احنا بنقول للسلطات المسؤولة، رجل شرطة، رجل عسكري، رجل سين، رجل صاد، زي ما يكون. لكن حضرتك الانجليز بيتعاملوا مع المتظاهرين المبالغين ازاي؟ الامريكان بيتعاملوا مع المتظاهرين اذا خرجوا عن اصول التظاهر ازاي؟ ولا احنا من عجينة تانية؟ ده احنا بنتلمس الاسباب عشان نشوف الناس دي عايشة ازاي. بيعملوا ايه؟ مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها التزام، في حاجة اسمها دولة. بس ما بيتعاملش بعنف مع المتظاهرين. يا خبر ابيض. ايه؟ الصور جت والتلفزيون جاب. ده بيحميه وبيشيله وبيحضنه. ماشي، ابقى راجع تاني، ابقى اجيب لك الصور. ومع ذلك هذا ليس بامل، هذا ليس بمطلب. انا بس انا عايز افهم اللي بيطلق هذه التصريحات الناريه، بقول له انت مش قد هذه التصريحات الناريه. ميدان التحرير سيشتعل اذا ما فاز احمد اذا شفيق. اشتعل يطفأ الاشتعال، لان دي مرحله هيطفأ باي اسلوب؟ يطفأ بالقانون. اللي هيشعل ميدان التحرير يطفي هو والميدان بالقانون. قبل ما اقول لكم ردود الافعال المختلفه على تهديدات الفريق احمد شفيق، انه اذا اشتعل ميدان التحرير في حاله فوزي كيف سيتعامل معها؟